ازيكم عاملين ايه؟ انا بعتذر عشان صوتي تعبان، عندي برد. قررت بقى النهارده اعمل حاجه حلوه كده ترطب على قلبنا ومش غاليه. قررت ان انا اجيب كيكه، يا تتعملها في البيت يا تجيبها من الفرن، يبقى تشوف ارخص انواع الكيك. فطبعا قطعتها شرايح ورصيتها في اول طبق كبير او من اطباق الجيلي الكبيره. ما لقيتها طبعا ان هي مكفتش، جبت بوله صغيره ورصيت الباقي فيها، وجبت جيلي وعملته ودوبته. طبعا سقيت بيه الكيك عشان الكيك يشرب طعم الجيلي. طبعا سقيت الطبق الكبير وسقيت الطبق الصغير، ورحت عملت الكريم كراميل بتاعي. او ممكن تعمل مهلبية او تعمل مثلا كاستر، وترص كده اول طبقة بعد ما سقينا الكيك بالجيلي. طبعا بعمل في كله وبقفل كل الجوانب بالكريم كراميل بتاعي. وكذلك عملت في الطبق الصغير، حطيته كله وغطيت اول طبق، وديتهم بقى الفريزر وخرجتهم. طبعا بقت ماسكه، بصوا المنظر الجميل ده، بص شكلها. يعني انا لما جيت خبطت عليه لقيتها ايه، عارفه بقى، مسكت. سبتها في الفريزر حوالي من 10 دقايق لربع ساعه. وبعد كده حطيت فاكهه، عندك اي نوع فاكهه حطه. انا كان عندي مانجا وموز، رصيت مانجا وموز في الكبير وفي الصغير. طب الكبير بعد ما رصيت الموز والمانجا بتوعه، كان عندي باقي الجيلي، رصيت باقي الجيلي. لقيت الجيلي خلص، هسيبه كده؟ لا طبعا. جبت الصوص بتاع كريم كراميل، عملت بيه ايه، زينت بيه الطبق الصغير. يبقى هنا عندي طبق الكبير متغطي بالجيلي، والطبق الصغير عملته بايه، بصوص الكريم كراميل. وحطيتهم طبعا في التلاجة، طلعوا بالشكل التحفة ده. بصوا الصوص قد ايه وشكله جميل. وهنا طبعا طبقة الكيك مع طبقة الكريم كراميل مع طبقة الجيلي بالفاكهة، تحفة وجامدة جدا. تقدروا تقدموا لأي ضيف يجيلكوا ومش غالية. بصوا هتلاقيها كده ماسكة نفسها وجميلة جدا. بعتذر يا جماعة والله عشان صوتي تعبان جدا، يا رب يكون كلامي واضح. وهكتب لكم المقادير والحاجة في صندوق الوصف تحت، عشان للأسف صوتي ممكن ما يكونش واضح. بصوا طعمها تحفة وشكلها جميل. يبقى هنا عندي واحدة بالجيلي، واحدة بصوص الكراميل. لازم نتصرف ونفكر حلو. بقى الفن، ويلا اشتركوا في القناة بسرعة بسرعة.